رجعنا معاكم نكمل حلقتنا على 887 اف ام راديو مصر. مصري اصيل. النهارده شاب مصري قرر ان هو يكون ليه دور فاعل بالتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي. كلنا بنشوف الناس واقفه مهووسه بموضوع السيلفي. هو قرر ان هو يعمل فيلم سيلفي، يعني هو اللي يعمل فيه من A to Z كل حاجه ويصوره كمان بنفسه، يعني حتى مش معاه حد بيساعد. عمر زكريا، اهلا بيك. اهلا بيكم يا فندم، منور معانا وحمد لله على سلامتك. عمر اسكندراني وبيدرس في كليه سياحه وفنادق في سنه ثالثه، وعامل كمان مشروع مش متعلق بالسيلفي خالص، مشروع غريب يعني، بس يبدو ان هو شخصيه يعني منظمه ودقيق كده في اعماله. خليني الاول اعرف منك فكره ان انت تعمل فيلم سيلفي ديت ازاي وبدات من امتى؟ تمام. واولا طبعا اهلا بيكم واهلا بكل مستمعينا الكرام. فكره السيلفي جات لي من حوالي 5 سنين كده. ان انا جات لي فكره فيلم وكده، وهقول طبعا يعني اصلا فكره الافلام جات لي ليه. فمن 5 سنين جات لي فكره فيلم، فكلمت ناس اصدقاء ليا بيعملوا فيديوهات كوميدي على اليوتيوب وكده. فقلت لهم عايز اعمل فكره فيلم والفكره كذا كذا يعني. فهم سمعوني كويس ولكن ما حدش استجاب، هم رفضوا. لان انت في بدايه حياتك ما فيش حد مؤمن بيك او مؤمن بافكارك ورسالتك انت عايز تعمل ايه. انت كانت فكرتك ايه ساعتها؟ كنت عايز تعمل ايه؟ والله هو كان في فكره فيلم، والفكره انا نفذتها في 2013. يعني هو فكره الافلام جات لي في الوقت ده لان حصل لي زي مشاكل او كده او ظروف معينه حطتني في المكان ده، وحصل لي حوادث، فحسيت ان انا هفارق الحياه، فمش عايز ادخل الدنيا واطلع منها من غير ما اسيب حاجه، اسيب اثر في الناس. وكمان الفنان ما بيموتش، بيعيش باعماله. بس فمن هنا جات لي فكره الافلام. يعني انت اصلا بتحب التمثيل يا عمر ولا ايه؟ جدا. التمثيل والاخراج. طب ليه ما درستش اخراج؟ ليه رحت سياحه وفنادق؟ ليه ما درستش حاجه متعلقه بالتمثيل والاخراج؟ والله في كليه اداب جامعه اسكندريه قسم تمثيل مسرحي او حاجه كده، قسم مسرح يعني. بالظبط. والله هو الفكره ساعتها انا ما كانش في دماغي ان انا ادرس او كده. كل اللي انا كنت عارفه ان انا جوايا حاجات حاسسها وعايز اقولها، في حاجات جوايا عايز اعملها ووصل رساله. بس فجات لي فكره الفيلم وكده، فكلمت الناس ما حدش استجاب. بعد كده على 2012 جات لي فكره فيلم تانية، فقلت خلاص انا بقى هعملها بابسط حاجه معايا وباقل الامكانيات. بدات بقى اشتغل عليها. كان فيلم اسمه لحظه غضب، مدته حوالي 5 دقائق. عملته لوحدي. انا بعمل افلام السيلفي اللي هي باي ماي سيلف، نفسي. ان هو مش بس بصور نفسي، انا بعمل كل حاجه بنفسي، التمثيل، الاخراج، المونتاج، الانتاج، القصه، السيناريو، والحوار، كله لوحدي. ولو مشاهد طبعا بحط الكاميرا قدامي كده وبدخل في الكادر اتصور او اشتغل وبعدين ارجع اشوفها تاني. ولو مشاهد محتاجه حركه بستعين بوالدتي. فهو الموضوع بسيط جدا يعني. وكمان اول فيلمين صورتهم بالتليفون. من 5 سنين ده ما كانش فيه السيلفي ولا كنا نسمع عنه خالص، ولا كان في دماغي ان يعني اللي انا بعمله ده اسمه سيلفي او كده، ما خالص يعني. هو الفكره ان انا كان جوايا حاجات فعملتها بابسط حاجه، فطلعت معايا السيلفي. ومونو دراما يعني شخص واحد بيوصل رساله الفيلم للمشاهد او للجمهور. يعني النظام ده او الموضوع ده نظام مسرحي اكتر، انا دخلته في الافلام. بس انت قلت لي ان انت شاركت بالافلام، انت عندك 3 افلام لحد دلوقتي صح؟ 3 افلام اللي عملتهم. قول لنا اساميهم بقى. ولا فيلم لحظه غضب كان في 2012، وفيلم نقطه ضعف، وفيلم غير متاح. اي فيلم من دول دخلت بيه مسابقه؟ نقطه ضعف وغير متاح الاثنين. بس الاكتر بقى نقطه ضعف يعني. اتحرك شويه، هو اشتغل شويه وسافر كتير. وده اخدت فيه مركز اول؟ شاركت في مهرجان اسمه ابداع 2، ده اللي بتنظمه وزاره الشباب. اخدت مركز اول اسكندريه. وبعد كده الفيلم اتصعد جمهوريه وكده، وشاركت بيه في كذا مهرجان. عرفت عن المسابقه ازاي يا عمر؟ والله كان في الجامعه. كان في افلام، ومن ضمن الشروط يكون فيلم سي موبايل او السينما الموبايل، يكون متصور بتليفون، ده اهم شرط. ده بدأ يبقى له مسابقات التصوير بالتليفون يعني. طبعا. ده انا كنت فاكره ان انت هتبقى لسه هتفكر ان انت تعمل حاجه زي كده يعني. لا خالص، هو اتعمل طبعا يعني من قبل كده كمان، وفي ناس تانية قبليه عملته. انها تصور بالتليفون يعني. فمؤخرا بقى اتعمل مهرجانات للسي موبايل وكده، وفعلا انا قدمت في المهرجان والتزمت بالشروط. وطبعا ما كانش في دماغي خالص، ده كان اول مهرجان اقدم فيه. كان السنه اللي فاتت 2014، فما كانش في دماغي خالص ان انا يعني ممكن اكسب او كده. فتقريبا بعد شهر كده يعني لجنه التحكيم شافت الفيلم وكده، وبعدين كلموني
قالوا لي عمر زكريا انت خدت مركز اول اسكندريه، فما كانش في دماغي اصلا خالص يعني. بس طبعا ساعتها الواحد يعني كان فرحان وكان خايف. كان فرحان طبعا ان هو كسب وكده واخد مركز اول، بالاخص ان انت ما كانش في دماغك اي حاجه خالص وعامل حاجه بسيطه يعني. والواحد كان خايف ان انا يعني حطيت نفسي في قدام مسؤوليه كبيره، وقدام حاجه لازم اكمل فيها، وهبقى مسؤول من الناس او هبقى مسؤول قدام الناس بالرساله اللي انا بعملها. بس فبعد كده شاركت بيه برضو في كذا مهرجان. كان مهرجان القاهره الدولي، كان برنامج سينما الغد ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي، والفيلم اتعرض في معهد السينما قدام طبعا الدكاتره وعميده المعهد استاذه غاده جباره. برضو شارك في كذا مهرجان، كان مهرجان اسكندريه مهرجان اسكندريه الدولي، مهرجان الاسماعيليه كان على هامش المهرجان، مهرجان بحاره عندنا في اسكندريه. انت بتشارك في المهرجانات دي يا عمر؟ مهمه جدا. بتستفيد منها ايه؟ مهمه جدا طبعا. بسمع اراء لجنه التحكيم، دول اهم حاجه، لان الواحد بيتعلم منهم وبتشوف افلام زملائك حتى لو ما كسبتش. بالظبط يعني انا بدخل المهرجان ومش شاغلني خالص ان اكسب، بس عايز افهم، عايز اتعلم، فبسمع لجنه التحكيم بشوف ايه رد فعلها. عشان انت مش دارس يعني لا اخراج ولا تصوير ولا تمثيل، فانت حابب ان انت تسمع من ناس متخصصه، ولا ده كل الناس حتى اللي دارسين بتتوقع منهم نفس المنهجيه يعني؟ لا، من كله والله، من كله يعني، من هنا ومن هنا. لان انا كمان فعلا يعني زي ما حضرتك قلت ان انا برضو في الاول ما كنتش دارس، انا بدات ادرس مؤخرا يعني. انت قلت لي خدت كورس تصوير ودلوقتي بتاخد كورس اخراج. يعني انا اخدت ورشه تصوير مع استاذ سعيد شيبي مدير التصوير الكبير طبعا، وانا كان ليا الشرف ان انا اخد معاه الكورس ده. وكان عندنا ندوات في مكتبه اسكندريه عن المونتاج والسيناريو والتصوير فرصه ان انت جبت سيره مكتبه اسكندريه، عشان انا في الحقيقه كنت رحت من كذا سنه كده، بتعمل فعاليات هايله بصراحه يعني، بتخلي يعني انا قابلت وقتها يعني اطفال كانوا في ثانوي في الحقيقه يعني ابهروني من كم الفعاليات اللي هم بيحضروها وكم الثقافه اللي موجوده عندهم بسبب حضورهم للفعاليات اللي بتقدمها مكتبه اسكندريه. فتحيه ليهم يعني، وكل بالظبط والله. وبيشجعوا الناس وبيشجعوا الشباب الطالع اللي هو الجديد الطموح اللي هو عنده حاجه عايز يقول حاجه. فانا انت عايز تقول ايه من خلال الافلام دي يا عمر؟ والله ان في رساله، يعني كل فيلم له رساله. يعني فيلم لحظه غضب كان بيتكلم عن المعاق ذهنيا، وانا كنت مصمم ان اتكلم عن الناس دول. الناس دي احسن مننا واحسن من اي حد بجد. هم الفكره ان هم عندهم حاجات ما بيعرفوش يعبروا عنها، ما بيعرفوش يحكوها ازاي، بس دي الفكره. فانا حبيت ان انا اتكلم عنهم. انا الفيلم ده كنت عامله 2 توأم شخصيتين، واحد كويس واحد معاق. وكنت بناقش فيه رساله برضو ان بلاش سوء الظن، بلاش عدم التسامح، يعني نسامح بعض، نسمع بعض، شوف اللي قدامي عايز يقول ايه، يمكن حاجه ليا، حاجه هتفيدني. فانا ناقشت الموضوع ده طبعا على قدي وحاجه بسيطه، بس حاولت اعمل حاجه يعني، دي الفكره. وبعد كده كان 2013 عملت نقطه ضعف، برضو اخين توأم، كان بيتكلم عن يعني انا معظم الافلام اللي انا بعملها بتتكلم عن صراع الذات والنفس البشريه. فنقطة ضعف كان اخين توأم، واحد كويس واحد مدمن مخدرات بقى وكده، وبيشتغل ديلر عشان يجيب فلوس وحاجات زي كده يعني، وبيدور الصراع بينهم بقى. الاخ الكويس طبعا بينصحوا وحاجات كده. لحظة غضب كان 5 دقايق، نقطة ضعف 10 دقايق، غير متاح اخر فيلم ليا مدته 3 دقايق. انتوا لما بتدخلوا مسابقات بيكون وقت الفيلم محدد بدقائق معينة ولا لا؟ معظم المهرجانات فعلا بتحط حد اقصى. يبقى قد ايه؟ يعني في مهرجانات بتحط حد اقصى وادنى، وفي حد اقصى بس. يعني بيبقى مثلا اقصاها اللي يقول لك 30 دقيقه، ممكن 45. اصلا فيلم قصير فهو بيتراوح في الرينج ده، يعني 3 دقائق ل5 دقائق، 10 20 مثلا اخره كده. انت نفسك تمثل؟ والله انا اصلا كنت بدور على موضوع التمثيل، ان انا عايز امثل، فبدات اخرج لنفسي الافلام علشان اقول للناس انا هنا، انا بعمل حاجه. طب انت بتنزل الحاجات دي على اليوتيوب يعني ولا كلها؟ على اليوتيوب. ونسبه مشاهدتك كويسه ولا ايه؟ يعني كويسه بالنسبه لي، كويسه يعني الى حد ما يعني. اي نعم، هو الموضوع برضه بسيط في الجامعه بس ولا اكتر من كده شويه؟ لا، من كله بقى، من كله على الفيس وكده. يعني انا برضه يعني النطاق بتاعي ان انا برفع الحاجه على اليوتيوب وبعمل شير على الفيس وبسمع اراء الناس. اهم حاجه ان بسمع تعليقاتهم ايه، وده كويس ولا لا، الرساله وصلت كويس. فانا عايز اعرف يعني، حتى كمان لو انا بشارك في اي مهرجان، اهم حاجه بعرف اراء لجنه التحكيم واراء الناس الحضور. عايز اعرف ايه يعني ده كويس ولا وحش، طب كنت عملت ايه بدل ايه، بس.
لان انا عايز افهم. بتوصل في النهايه ان انت تعرف ده، اصل في لجان تحكيم تقول لك يعني خلاص الفيلم مستبعد وخلاص، ما يدوكش كده نقط يعني واضحه للرفض. والله اللي انا اتعاملت معاهم الحمد لله استفدت منهم وعرفت يعني الصح ايه وكده. بس انا حتى في لجنه التحكيم بتاعت ابداع 2 انا طبعا بوجه لهم تحيه طبعا كبيره، لان انا فهمت منهم كتير يعني. وهم كمان حتى قالوا لي على ايجابيات وسلبيات. الايجابي بتاعك ان انت ازاي عملت كل ده لوحدك، في دماغك السيناريو والتمثيل والاخراج وشغال لوحدك. هو ده عارف ايه اللي لفت نظري فيه يعني؟ ان هو تحت رعايه وزاره الشباب. يعني الناس بتشتغل، وزاره الشباب بتشتغل اهي وبتوصل للشباب زيك، بس مش كل الشباب عارف او مش كل الناس عارفين. عشان كده سالتك انت عرفت منين، فقلت لي من الجامعه. فاذا هم بيوصلوا للجامعه، بس يبقى في نقطه برضو يعني مش مفهومه ان مش كل الناس عارفه بالنشاطات اللي هم بيقدموها. خلينا ناخد التليفون ده. استاذ سعد اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ علا، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ضيفنا ابننا الجميل الله يخليك ويبارك فيك. انا مش طالب عشان اقول لكم شكرا ولا اقول لكم كلام مجامله. انا طالب عايز عشان اوصل رساله من خلالك انت يا علا، وارحب بابننا الجميل ده اللي زي ابني بالظبط. انا عندي ابني بيعمل نفس الحاجات اللي هو بيعملها دي بجد والله. طب كويس. يعني في انا كنت متخيله ان موضوع التصوير السيلفي للافلام القصيره ده يعني حديث نسبيا، بس واضح ان انا اللي عندي يعني ديلي في الموضوع. لا ابدا والله. فانا حتى بقول له كمان اهوت لو دخل على اليوتيوب وكتب احمد صيام هيلاقي حاجات زي كده ويتعرفوا على بعض. تمام. ويبقى شيء كويس جدا جدا. اللي عايز اوصله يا استاذ علا عن طريقك انت، اولا بقول لك انت سميتك نسمة راديو مصر. يا رب يخليك. والله بجد انا مش بجاملك. لا 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 بشوفني بره الهوا مش نسمة خالص. مش مهم، انا عايز جوه الهوا، انا اللي يهمني جوه الهوا. لا ما شاء الله ربنا يبارك فيكي. وعايز اقول اذا كنا عايزين نصلح مصر يا اولاد، بقول تجريم الكذب بداية الاصلاح، زي ما قالت ايمان في الفواصل بتاعتها لما قالت دايرين في دوائر شك. على فكره انا بسمع برنامج كله من اوله لاخره، من اول شرف لينا يا استاذ سعد، ربنا يخليك. وبفصصه كده وبسمعه بتمعن وبسمعه ربنا يخليك. لدرجه ان الحلقه بتاعت ام كلثوم اللي قالها الاستاذ اسمه ايه؟ جمال عنايات. لا عندك في استاذ ماهر. اصل كان استاذ جمال عنايات عامل حلقه عن ام كلثوم من فتره. استاذ ماهر. ايوه ماهر شيء رائع جدا جدا. فكل الساعتين بتوعك ما شاء الله، حتى في موجز الانباء بتبسط بيه جدا. عايز اقول لكم يا اولاد تجريم الكذب بدايه الاصلاح. الإصلاح يبدأ من الإعلام. الإعلام ليس سلعة تباع بالمال وتشترى، ولكنه رسالة تهدي ولا تضلل، تبني ولا تدمر. وانت بتعملي كده يا علا، ربنا يبارك فيكي ويكتر من أمثالك. وأنا مش بقول والله ده، أنا بقول للحق مش ببالغ فيه. يا رب يخليك، ما تحرمش منك ابدا. وتحياتي لحضرتك وشكرا على يعني كلامك الجميل ده. يعني على قد ما هو بيسعدنا، على قد برضو انا بكرر الجمله دي كتير، على قد ما بيحملنا مسؤوليه اكبر ان احنا يعني نفضل مستمرين ان احنا نقدم الافضل عندنا في راديو مصر. عمر كمان بيقدم احسن ما عنده، يعني بيحاول ان هو يقدم شغل متميز ويحط فيه قيمه. يعني زي ما سمعنا منه كده، اول فيلم ليه كان عن ذوي القدرات الخاصه، تاني فيلم ليه كان عن المخدرات وازاي يعني يحط قيمة في ان الحاجات دي مش حاجة مفيدة، بالعكس حاجة مضرة. والفيلم الثالث هنتكلم عنه بعد الفاصل. لسه مكملين مع عمر زكريا، اول شاب مصري يصور افلام سيلفي، وهدفه التأكيد على القيم والاخلاق. بعد الفاصل على 887 FM راديو مصر. نقطة ضعف دخلتهم في بعض. الثالث غير متاح. ايه بقى، الموبايل ولا ايه؟ هو فعلا البطل معايا الموبايل. الفيلم ده مدته 3 دقايق. بيتكلم عن الام، وان احنا ما بنحسش بقيمه الحاجه الا لما تروح. يعني القضيه دي مهمه جدا، وانا كان لازم اناقشها من خلال افلامي يعني. لان الموضوع ده انا شفته كتير جدا، وشفته مع ناس يعني بقعد معاهم. تلاقي مثلا ايه هو اللي بيحصل، يعني ان تلاقي مثلا الشاب بيكلم مامته وبيزق معاه في الكلام، يعني تعالى وصلني في اكياس معايا من السوق، تعالى خدها مني وكده. يقول لها لا طب مش فاضي، طب خليها المره الجايه. وبعدين مثلا حبيبته او خطيبته او كده تكلمه، فهو يضعف معاها وينعم ويا حبيبتي وبتاع طبعا هجيلك وهنزل لك وكده يعني. وساب مامته عشان ينزل لها.
3 دقائق كفايه ان انت تناقش قيمه من القيم دي يا عمر؟ ما هو دي بقى الفكره بقى، ان برضو كان في مهرجان، وكان برضو عندنا في مركز الابداع عرضت الفيلم ده، فكان كله برضو حط ايده على النقطه دي، ان انت ازاي وصلت فكره فيلم او رساله في 3 دقائق. ده صعب جدا انك توصل حاجه في وقت قصير جدا زي 3 دقائق. بتعرض الكتابه او السيناريو اللي انت بتشتغل عليه قبل ما تبدا تصوره على حد ولا لا؟ لا يعني انا ولا حد من اصحابك بتاخد رايه مثلا هنا ممكن اظبط حاجه شايف ان مظبوط؟ ما لا بتشتغل على طول. كله مع نفسي كده يعني، هاند ميد كله. بالظبط. وبعد كده بقى على النت وكده ببدا اسمع اراء الناس بقى وكده. يعني حتى كان اكتر تعليق جالي على فيلم غير متاح، تعليق بجد يعني صعب جدا، واثر فيها جدا. كانت زميله على الفيس قالت لي يا استاذ عمر، انا شفت فيلم غير متاح ما عداش اقل من 5 دقايق وجالي نفس الخبر اللي حصل في الفيلم، وجالها تليفون بخبر وفاة والدتها، فانها شافت الواقع وفي اقل من 5 دقايق شافت الموضوع. فكان صعب جدا التعليق ده بالنسبه لي، واثر فيا جدا يعني. بس فانا كان لازم اناقش الموضوع ده، وان الام مهدور حقها شويه. لا يعني ان شاء الله، لا ما افتكرش خالص يعني، الامهات دول احلى نعمه في الدنيا طبعا. ربنا يبارك فيهم جميعا يعني. استاذ عبد الناصر اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا تحيه خاصه لحضرتك طبعا عشان الابتكارات والكفاءات اللي احنا طلعنا فيها والحاجات المكنونه الحلوه اللي بتظهر على ايديك. الله يخليك، ربنا يخليك. وبشجع الفكره جدا جدا جدا، عشان يعني قيم واخلاق مفتقده بتنشر عبر وسائل اصبح الناس يستخدمونها بكثره. فدي حاجه جميله جدا يعني. 3 دقائق و5 حاجه وابقى خفيفه سريعه والناس كلها بتشوفها، وخاصه صغار السن يعني هم بيشتغلوا على الموبايلات وعلى النت وعلى الفيس الصغيرين في السن. وبشجع ابننا اللي عندك بحييه. شكرا يا فندم، ربنا يكرمك. وتقدير لحضرتك وبشكرك جدا جدا جدا. تمام، شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه القيمه اللي نفسك تناقشها تاني يا عمر غير اللي قدمتهم في نقطه ضعف ولحظه ولحظه غضب وغير متاح؟ والله في رسائل كتير قوي انا عايز اقولها وعايز اناقشها، وفي افكار كتيره جدا، وفي حاجات لسه جايه قدام انا عايز اعملها يعني. وعايز بعد كده كمان اعمل افلام. بس انت بتعمل فيلم كل سنه يعني مدته 5 دقائق ولا 3 دقائق ولا يعني هو فعلا كل سنه؟ هو فعلا يعني فعلا الفيلم بينزل كل سنه يعني 2012 او 13 و14 مره في السنه يعني. الشغل بطيء شويه معايا، مش عارف والله، على حسب الدراسة يعني وعشان اقعد على حاجه عشان اشتغل عليها وكده واكون حاسسها قوي، لان الموضوع لو انا حاسه قوي طالع من قلبي بيوصل قلوب الناس، ويا رب يوصل فعلا قلوب الناس يعني. بس وكمان عشان الدراسه وكده فبيبقى كله يعني الموضوع بيبقى مشغول معايا شويه. بس وانا عارف طبعا ان الشغل بطيء جدا، لان انا كمان لما بصور في يوم من 6 الصبح من 6 بالليل، بقول بقى لوالدتي خلاص انت خدي اجازه النهارده من شغلك بقى وخليكي معايا بقى. صورهم في يوم مثلا من 6 بالليل بقى ل 6 7 بالليل كده. وقت كتير علشان انت اللي بتعمل الحاجه لوحدك ولا يعني اشرح لنا كده ايه اللي بيحصل يعني؟ ما انا ببدا اصلا اجهز على الحاجه يعني. انا جت لي فكره فيلم، ببدا اجيب يعني اكتب السيناريو بتاعها والسكريبت والموضوع هيبقى عامل ازاي والشطات وكده. ببقى جاهز بقى خلاص هعمل ايه واللبس اللي هلبسه وكده، وباجي بقى بصور في يوم بقى اخد الموضوع من الصبح كده، لان انا كمان معظم الاضاءه اللي بشتغل عليها اضاءه الشمس والنهار. فبستغل فرصه ان انا الصبح كده اخدها من انت بتصور بموبايل، فمحتاج ان انت تبقى يعني معاك اضاءه قويه، فما فيش اكتر من شمس ربنا ونهار. بالظبط. هو اول فيلمين كان بتليفون، فيلم غير متاح كان بكاميرا متخصصه بقى يعني. كاميرا عاديه، لا كاميرا عاديه ديجيتال هاي ديفينيشن وكده. جبتها وصورت بيها الفيلم. المونتاج بقى بيطول شويه معايا، بياخد مثلا 3 شهور او 3 شهور ونص كمان. طول جدا معايا. ليه؟ لان شغال فيها لوحدي كله. شغال على برنامج بختار الموسيقى. ده البرنامج بتاعك بطيء قوي. هو للاسف لا انا اللي بطيء شويه يعني. لان ببقى عايز اعمل حاجه يعني كويسه جدا وتطلع حاجه كويسه جدا يعني، مش اللي هو اشتغل وخلاص. وانت بتقعد تعيد الشوت كذا مره وتتفرج على نفسك في الكاميرا فما يعجبكش فتعيد تاني وكده. يعني المشهد الواحد
بيتعاد اكتر من 10 مرات ولا حاجه عشان يتظبط يعني بالظبط زي ما انا عايز، والموضوع يبقى طالع تمام يعني. لان في كمان مشاهد ببقى انا كاتبها مثلا ان انا هاخد الشوت ده او الكادر ده من مكان معين علشان الاضاءه مثلا تبقى جايه على وش جامد او كده، او في اضاءه ورايا بيبقى وشي مثلا مظلم، فبضطر ان انا اغير المشهد خالص، اغير المكان خالص. بتعمل ديكورات بقى وكده ولا مفيش ديكورات، هو ديكور ثابت؟ والله هو 3 افلام اصلا اللوكيشن بتاعهم اوضه، هو كلها في اوضه، بس بحاول اختار زوايا معينه، اغير في ترتيب الاوضه شويه الديكور او حاجات زي كده بس. فتصوير يوم، المونتاج مثلا 3 شهور، اللي بختار بقى الموسيقى وكده والمؤثرات الصوتيه تتمرن على المونتاج كتير. ما انا ان شاء الله يعني في حاجات لسه جايه كمان بعد كده، وانا حاليا بدرس في معهد السينما، باخد زي كورس كده مكثف اللي هي دراسات حره، واللي بيدعمنا كمان وزاره الشباب يعني. ليها برضو ليها طبعا فضل رهيب بصراحه، بيوقفوا جدا مع الشباب وبيدعموها. فكرة أصلا إن أنت يبقى عندك موهبة وعندك فكرة عايز تقدمها وتبدأ تقدمها كده الأول من غير أي دراسات، وبعد كده تصر على إنك تدرس وتستقطع وقت من وقتك، مع إنك بتدرس في السياحة وفنادق تستقطع وقت علشان تدرس إخراج وتصوير وحاجات تفيدك في الموهبة اللي عندك. فده برضو يعني مفهوم يعني حلو جميل، ممكن اساسا تعمل عليه فيلم. ان انت يعني ازاي توصل للهدف او الحلم من خلال مش بس الاصرار وان انت تحاول مره واثنين، لا، وان انت تدعم نفسك كمان بكل الاشياء المتاحه ليك علشان تقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. بالظبط. هو اصل لازم كمان دراسه يعني، حتى لو في موهبه على حد قول للناس لازم تثقل بالدراسه عشان تطلع صح بقى، تطلع حاجه يعني مظبوطه وحاجه اكاديمي يعني. بس ففي حاجات لسه جايه بعد كده، وانا كمان نفسي حتى بعد كده قدام يعني اعمل افلام روائي طويل بقى. يعني دلوقتي بعمل افلام روائيه قصيره، عايز حاجه بقى روائي طويل وحاجه سينما، الافكار تنزل بقى السينما وكده والناس تشوفها ويعني تبقى حاجه على المستوى يعني. حاطط خطه لده يا عمر؟ والله خطه زمنيه وبلان متكامله كده ان انت يعني توصل لحلمك ده في خلال قد ايه وازاي، وتعمل وانت كعمر تعمل ايه علشان توصل لده؟ والله انا بسعى كده يعني، ويعني بجد والله ربنا يعلم انا ما بنامش اصلا، ويعني بحاول اسعى بقدر الامكان ان انا اثقل نفسي بدراسه، اتعلم اكتر، افهم اكتر، اقدم في كذا حاجه يعني. انا ما بسيبش فرصه لو في اي حاجه بقدم فيها، عشان بس يعني ما اجيش بعد كده اقول انا كان قدامي فرصه وانا اللي كسلت عليها او ضيعتها او حاجات زي كده، لا، فبقدم في كل حاجه. لان انا حتى كمان برضه بقول يعني اي حد عايز اي حاجه طالما بيسعى لها بجد ومؤمن بفكرته ومؤمن برسالته لازم يوصل لها، ولازم ربنا بيديها له طبعا، بس يسعى بجد. ربنا ما بيضيعش تعب حد. وكمان تعمل حاجه اللي انت بتحبها، يعني الحاجه اللي انت شايف نفسك فيها ولاقي نفسك فيها اعملها، هتوصل لها لانك حاببها وهتسعى لها بقى ساعتها وهتدرس لها وحاجات زي كده يعني. احنا بعد الفاصل لسه معانا عمر زكريا، اول شاب مصري بيصور افلام سيلفي، هدفه التاكيد على القيم والاخلاق ونفسه كمان يقدم، هو بيقدم الفيلم يعني اقصى حاجه كانت عنده 5 دقائق واقل حاجه 3 دقائق، فبيحلم كمان ان هو يعمل افلام روائيه. انت لوحدك برضو ولا معاك بقى فريق عمل؟ بعد كده ممكن طبعا فريق طبعا، اهم حاجه لان حتى كمان السينما ما ينفعش تشتغل فيها لوحدك، لازم قصه عمل معاك والتيم. بعد الفاصل لسه مكملين معاكم بيكو بيها نبنيها على راديو مصر، ومكملين معاكم بيكو بيها هنبنيها، بيكو بيها هنبنيها. اخر لينك في حلقتنا النهارده من بيكو بيها نبنيها على راديو مصر، معانا فيها عمر زكريا، اول شاب مصري بيصور افلام سيلفي من 5 سنين قبل السيلفي ما يطلع خالص يعني. بدا بتصوير بالموبايل، وبعد كده دلوقتي هو الحمد لله ربنا فتح عليه معاه كاميرا. بيتمنى يعني انه ان شاء الله يشارك في افلام روائيه او يبقى يعني عنده فيلم روائي. انت برضو اللي بتكتبه يا عمر ولا ما عندكش طموح لده؟ يعني اكتب واخرج يعني ده اساسي يعني موضوع الكتابه والاخراج ده شيء كويس. انا بشكرك جدا وتحياتي ليك وبتمنى لك التوفيق. عمر كان فاز باول على مستوى الجمهوريه في مسابقه للافلام السيلفي، وانا كنت متخيله ان لسه الموضوع ما دخلش في طور المسابقات والحاجات دي. من مهرجانات تانية بقى، مهرجان كام ومهرجان اسكندريه الدولي والله مهرجان كام اللي كان في شرم الشيخ ولا حاجه لا تانية؟ كام مش كان بقى ده
كام ده اللي هو بالكاميرا بتاعت الموبايل والكاميرات لا ما كانش موبايل بقى، ده كان مهرجان كام، كان رئيس المهرجان الاستاذ علاء نصر. شاركت في المهرجان، كان على هامش المهرجان واخدت شهاده تقدير. تمام. بتمنى لك التوفيق وان شاء الله نقابلك بقى وانت مخرج كبير كده يا رب باذن الله. تحياتي ليك عمر زكريا. قبل بس ما نختم